السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وحياتكم كلها سعيدة ويفتحها عليكم يا رب دايما. بصوا بقى يا حلوين، النهاردة هنعمل سمك سيوف مقلي بتتبيلة خطيرة. السمك السيوف اللي ما يعرفوش هو بيجي سيلفر وبيجي طويل، وادي الديل بتاعه، واحنا بنقطعه بالسكينة والراجل بينضفه بحتة قماشة كده وملح خشن. وممكن تعملي برضك انت في البيت وتنضفيه كويس بالليمون بقى والخل والدقيق كله. خلاص، دي البولة اللي احنا طبعا هنحط فيها التتبيلة. محضرين ايه؟ ليمون. بصوا بقى يا حلوين، التتبيلة بتاعتنا ايه؟ كمون وملح وتوابل سمك وشطة وتوم باودر. ما ينفعش التوم التاني الصحيح. ليه؟ علشان هيقع مننا في الزيت، لان طبعا السمكه ما فيهاش حاجه تحمل ان احنا نحط فيها ايه؟ التوم التاني. خلاص. وحاطين معانا خل، انا بحب احطها في الاموره ديت، ومستردة. المستردة حكايه بقى، المستردة بتخلي تتبيله السمك. جربوها بس انتوا كده ومش هتندموا. جربوا معايا، جربوا معايا ومش هتندموا بجد. طريقتي حلوه برضك وعسوله. بصوا ادي حطينا التوابل في البوله بتاعتنا. اوكي، ونحط شويه ايه؟ خل. نيجي بقى نعمل ايه؟ نحط الليمونه بتاعتنا لسه. نحط التانية. خليكوا معايا، هتروحوا مني فين؟ نحط عصرة الليمونة التانية. لازم ايه؟ كل حاجة تاخد حقها. اوكي، نيجي بقى ايه؟ للمستردة. نحط شوية مستردة اهي قدامكم اهي. حبة حلوين. اوكي، نقلب كل ده مع بعضه عشان تعمل معانا ايه؟ احلى تتبيله، لاحلى ايه؟ لاحلى سمك، احلى تتبيله لاحلى سمك. التتبيله اختلطت كلها على بعضها زي ما انتم شايفين. بصوا 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 التتبيله عامله ازاي. بصوا، نعمل ايه بقى؟ الخطوه اللي بعد كده الجميله المهم، نجيب ايه؟ السمك بتاعنا اهو، ونحطه في التتبيله، نقلبه كله. بصوا بصوا بالطريقه دي. نحط باقي السمك واوريكم يا جمال. وبعد ما خلصنا وحطينا عليه كل التتبيله بتاعتنا، كله خد التتبيله، كله 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 كله. نعمل ايه بقى بعد ده كله؟ زي ما بنعمل اي حاجه بنتبلها، السمك ده لما بيقعد في التتبيله دي بيبقى في حته تانية خالص. بنعمل ايه؟ بنحطه في التلاجة. انا بغطيه بالاسترتش راب ده. لو انتوا برضو زي ما قلت لكم عندكم علبه فيها غطا، حطوا اللي انتوا عايزينه، بس انا حبيت افرده كده عشان كله ياخد التتبيله وما يتنيش، عشان السمك ايه؟ زي ما انتوا شايفين طويل. نغطيه بقى الاسترتش جاهز، نحطه في التلاجة. نسيبه بقى شويه، ساعتين، ساعه، على حسب ما انتوا ايه هتعملوا غدا امتى. نحطه في التلاجة. يلا بينا ونشوف اللي بعد كده. وادي السمك بعد ما قعد في التتبيله بتاعته بتاع ساعتين، بتاع ساعه ونص. وده الدقيق بتاعنا، حط عليه توابل سمك وكمون وذرة ملح. بصوا التكه بتاعتي اللي بحبها، بحب احط
معلقة كبيرة نشا. بتخلي اي سمك، كل السمك، انا كل انواع السمك اللي بقليه بعمل فيه كده، بحط معلقة النشا، بتخلي ايه السمك مقرمش وجميل. نشيل بقى ايه الاسترتش ده، يلا بينا. شيلنا الاسترتش راب من عليه وقلبنا الدقيق كويس. نبتدي نعمل ايه بقى يا حلوين؟ نغلف السمك بتاعنا، السيوف الجميلة، بايه؟ بطبقة الدقيق اللي احنا عملناها بالنشا والتوابل. سهل وبسيط وخفيف، مفهوش اي حاجة. لا، والشوك بتاعه ممكن تاكليه كده، يعتبر مفيش شوك. عامل زي البانيه، عارفين البانيه؟ الاطفال كلهم بيحبوه، واحنا برضو السمك السيوف دي زي بالظبط البانيه. طبعا واحنا بنبهدل شويه، هنشيل كل البهدله، ده طبيعي، ده مطبخ. بصوا بصوا الجمال، وننفض كده. بصوا التتبيله اللي لزقت عليه ازاي. بصوا بصوا التتبيله، بص كانت في السمك ازاي، بقى كله تتبيله. السمك متبل قبل وبعد. بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال. طبعا احنا بنتبل كل السمك، وبنعمل ايه؟ بنحط كيس بين كل طبقة وطبقة، عشان لما نيجي نقلي مفيش حاجة تبقى ايه عاملة على بعضها. بصوا بصوا الجمال، بصوا بصوا. بصوا نكمل مع بعض الباقي. خلصنا كل كمية السمك وعملنا طبقات زي ما احنا قلنا كده. يلا بينا على المقلاية. اهو معانا، قرب شوية. نحط بقى السمك بتاعنا. بصوا بصوا الجمال. نكمل مع بعض. يا جمالك وانت ايه بتتقلي يا سيدي. معنى الطرطشه اللي طبعا انتوا اتعودتوا عليه، بصراحه بتحمي الحلال اللي جنب البوتاجاز وباقي البوتاجاز من الزيوت. اختراع جميل قوي. في انتظار قلي السمك. بصوا الحلاوه، الطعامه. هكمل معاكم. يلا بينا اخر مقلايه. يلا بينا. وخلصنا السمك. ايه رأيكم؟ والرز ايه لسه طالع من ايه، من الحلة سخن، وطبعا شوية مخلل حلوين جنبه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. ايه رأيكم؟ هتجربوا السمك السيوف؟ بصوا الجمال، احلى سمك سيوف ده ولا ايه؟ وشوية رز ابيض حكاية، شوية مخلل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وترنوا الجرس. بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. بصوا الحلاوة. يلا قوموا جربوا السمك ده او اي سمك تاني بالطريقة التتبيلة اللي انا عملتها.
السلام عليكم.